انا قلت قبل كده ان في سيده اسمها داليا قالت لي انها زوجة اسمه امام عاشور، الزوجه الثانيه بعد مراته بنت الحلاق. عندي التسجيل انه يتعاطى مخدرات ومنشطات مع لاعب اخر في النادي الاهلي. تمام. فيجب على كل الانديه، يعني كل الانديه اللي عندهم مديرين كوره بجد، واخد بالك، كل مدير كوره ان من حين لاخر يبقى عنده دكتور اصابات ودكتور تحليل. واخد بالك، لانه اللعيبه دي لعيبه موهوبه جدا 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 جدا، واخد بالك، والفلوس الكتير احيانا استعمالها غلط فبيبدد الموهبه بتاعت هذا اللاعب. برضو كان عندنا اصرار ان احنا نقتل المباراه بهدف تاني. ساعدنا طبعا حاله الطرد اللي حصلت يعني، لكن يعني مش عارف اتكلم على الموضوع. يعني الحكم يعني حسيت شويه اللي هو بدا في تعاطف شويه منه، فيمكن كان في اخطاء كتيره جدا يعني، وكان اعتقد انها كانت تبقى في صالحنا يعني، لكن في الاخر يعني احنا بالتماس له طبعا العذر يعني. كابتن وليد خطوه ورا يا كابتن. سامي يا كابتن وليد، يا كابتن وليد، يا كابتن محمد، يا كابتن وليد. هنا يلا يا كابتن مجدي.
طرد قفشه كانت النتيجه 0-0، كانت غيرت المفاهيم كلها، انما طرد الراجل ده النتيجه كانت 1-0 للنادي الاهلي. يعني ملهاش لازمه ان هو يطرد يعني. بس هنقول ايه ونعيد ايه ما خلاص الدوري خلص. هو يعني هي جت على دي. طب ما كان سيراميكا في ضربه جزاء لأسامة ابو علي، وفي الاثنين بتوع بيراميدز، وفي واحده في الماتش الاولاني بتاع بيراميدز اللي هي لحسين الشحات. هيقولوا لي ما حكام اجانب، ما انتوا عارفين الحكام الاجانب بتيجي بتتوصى خلاص الموضوع منتهي، بيتوصوا خلاص الموضوع بينتهي، انسوا يعني. ما جاتش على النهارده، بس نفسنا ماتش يبقى مشفي، الاهلي يكسبه مشفي، ما فيهوش اي عوار بالنسبه للحكام، ما فيهوش اي يعني. حتى انت كنت مثلا الكام ماتش اللي جايين دولت يا عم اظلم الاهلي عشان تقول ايه، اهو الاهلي بيتظلم، انما حتى ده انت ضربه الجزاء اتكهربته في الفار وجبته وقلت له تعالى طب بالله عليك لو كان لعيب تاني من فرقه زد دي هو اللي دخلة قفشه دي، ما كانش فيها كارت احمر وكنت هتجيبه يا عم امين يا عمر ياه انت لسه بتصيح؟ احنا عندنا ديك على اول الشارع بيقعد يصيح كل فجريه، فياريت تيجي بقى تشوف الليله الدوري خلص. تعالى خد مكان الورديه. طول ما الاهلي في نجاح عمر اللي زيك ما هيرتاح.